ألقت الأزمة السياسية بين الجزائر وإسبانيا بظلالها على العلاقات التجارية الثنائية بشكل كبير، وبدا ذلك جليا من خلال الانخفاض الكبير في صادرات الغاز الجزائري إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إسبانيا مع نهاية 2022. وتوظف الجزائر ورقة الطاقة بقوة للضغط على شريكها الاقتصادي المتوسط لحملة على مراجعة دعمه للمغرب في نزاع الصحراء. وأكدت صحيفة الموندو الإسبانية أن صادرات الغاز المسال من الجزائر إلى إسبانيا شهدت تراجعا كبيرا في نهاية 2022 يقدر ب 74% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ونسبت الصحيفة هذا الانخفاض الحاد في ضخ الطاقة الجزائرية إلى إسبانيا إلى التوتر بين البلدين على إثر الموقف الذي أعلن عنه رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز بخصوص الصحراء، في إشارة إلى رسالة بعث بها سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس في مارس 2022 يؤكد فيها انحيازه لخطة الحكم الذاتي للمغربية في الصحراء، فيما تدعم الجزائر بمطلب البوليساريو بتنظيم الاستفتاء لتقرير المصير في الصحراء. وإسبانيا هي المستعمرة السابقة لهذه المنطقة، وظل طوال سنوات عديدة على الحياد اتجاه النزاع قبل أن تتخلى عنه، مثيرة بذلك حفيدة الجزائر. وأضافت الموندو أن صادرة الغاز لإسبانيا لم تقل منذ 2016 باستثناء عام 2020 حيث شهدت تراجعا بسبب أزمة كوفيد. ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة بين البلدين استفاد منها زبائن آخرون للجزائر مثل مالطا واليونان وإيطاليا. في المقابل عوضت إسبانيا حصتها من الغاز التي كانت تأتيها من الجزائر بإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية، التي أفادت بأن إسبانيا تسلمت ما يقارب 57% كمية إضافية مقارنة بالعام 2021. وضمن القيود التجارية الأخرى أوقفت الجزائر استيراد منتجات عدة من إسبانيا، أموال الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والوقود والبلاستيك، وتم ذلك في سياق تعليق معاهدة الصداقة والتعاون بين الجزائر وإسبانيا، والتي أبرمت في عام 2002 كما سحبت سفيرها منذ 8 أشهر ولم تعده إلى منصبه حتى الآن.